مجلس الاختتام لقراءة كتاب صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا وقدوتنا المحدث المسند القاضي الدكتور ياسر بن سالم الشهيري في كتابه الأسانيد الجلية بالنسبة لصحيح الإمام البخاري، فقد ذكرنا في كتابنا سند اليماني إلى ثلاثية الإمام البخاري 22 طريقا إلى صحيح الإمام البخاري من طريق أهل اليمن فقط. وأما من غير علماء أهل اليمن فلنا ولله الحمد أكثر من ذلك. قال أخبرنا به قراءة وسماعا أكثر من 7 مرات شيخنا العلامة الفقيه المسند مفتي لواء الهديدة ورئيس الجامعة دار العلوم الشرعية محمد بن علي بن مرعي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. قال أخبرنا به العلامة عبد القادر بن يحيى بن عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى المقرم الجماعي الدريهمي ثم الحديدي. قال أخبرنا به والدي يحيى المكرم المولود. قال أخبرنا به والدي عبد الله بن يحيى. قال أخبرنا والدي يحيى بن محمد بن يحيى المكرم. قال أخبرنا به والدي محمد بن يحيى المكرم. قال أخبرنا به وجيه الدين عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأحدال. قال أخبرنا به والدي السيد سليمان وعمي السيد أبو بكر بن يحيى بن عمر مقبول الأحدل كلاهما. قال أخبرنا به السيد صفي أحمد بن محمد شريف مقبول الأحدل. قال أخبرني وخالي السيد عماد الدين يحيى بن عمر الأحدل. قال أخبرني شيخي الإمام شيخ الإسلام مفتي الأنام صفي الدين أحمد بن إسحاق بن محمد بن جعمان اليماني. قال أخبرني به شيخي ووالدي شيخ الإسلام ومفتي الأنام جمال الدين إسحاق بن جمال محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم بن جعمان الزبيدي. قال أخبرني به شيخي ووالدي شيخ الإسلام ومفتي الأنام جمال الدين محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم بن جعمان. قال أخبرني به عمي مفتي محمد بن أبي القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن أبي القاسم بن إبراهيم بن أبي القاسم بن عبد الله بن جعمان. قال أخبرني به شيخي ووالدي شيخ الإسلام شرف الدين أبو القاسم بن إسحاق بن جعمان. قال أخبرني شيخ الشرف أبو القاسم بن محمد الطاهر بن أحمد بن عمر بن جعمان. قال أخبرني مشايخ الأجلة الأعلام شيخي ووالدي الفقيه الصالح جمال الدين الطاهر بن أحمد بن عمر بن جعمان، وشيخ الفقيه الصالح برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم بن إبراهيم بن جعمان، وشيخ الفقيه الصالح تقي الدين عمر بن محمد بن جعمان، وشيخي وأخي الفقيه الصالح الصفي أحمد بن محمد بن طاهر محمد طاهر بن جعمان. فالأول والثاني يرويانه عن الفقيه الصالح أبي القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عمر بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن جعمان. والثالث والرابع يرويانه عن المعمر عبد الله بن عمر بن جعمان كلاهما عن ولي الله أحمد بن عمر بن جعمان. قال أخبرني به العلامة برهان إبراهيم بن عبد الله بن جعمان عن الفقيه جمال الدين محمد بن موسى بن محمد الذؤالي عن والده الفقيه كمال الدين موسى بن محمد الذؤالي الصريفي عن الفقيه البرهان إبراهيم بن عمر العلوي عن الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي الخير بن منصور الشماخي عن والده الفقيه أبي الخير بن منصور الشماخي عن المشايخ الأجلة الأعلام الإمام شرف الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد الشراحي ومحمد بن إسماعيل الحضرمي وبطال بن أحمد الركبي وإمام المقام سليمان بن خليل الأسقلاني عن الفقيه الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن أبي سيف اليماني وشريف يونس بن يحيى بن أبي الحسن بن أبي البركات الهاشمي المكي عن أبي الحسن علي بن حميد بن عمار الطرابلسي عن الشيخ الحافظ أبي مكتوم عيسى بن حافظ أبي ذر الهروي أنا والد الحافظ أبو ذر الهروي عن الشيوخ الثلاثة أبي محمد بن عبد الرحمن الحموي السرخسي وأبي الإسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي وأبي محمد بن مكي
ابن الهيثم الكشميهني عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن الإمام الحافظ أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nastaftihu al-majlis al-qira'ah li sahih al-imam Muslim. Qala shaykhuna asy-Syaikh Yasir bin Salim asy-Syahiri fi kitabih al-Asanidul Jaliyah fi sanadihi li sahih al-Muslim qala akhbarani bihi qira'atan li ba'dihi wa sama'an li baqi. Shaykhuna al-Musnid al-Allamah as-Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar az-Zailai qala akhbarani Shaykhuna al-Murabbi Abdullah bin Sa'id bin Ubadi al-Lahji qala akhbarani Hakim al-Mura'ah as-Sayyid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Hasan ibn Abdul Bari al-Ahdal qala akhbarani Shaykhuna Walid al-Hakim al-Mura'ah al-Allama al-Faqih al-Musnid as-Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bin al-Hasan bin Abdul Bari al-Ahdal qala akhbarani Shaykhuna as-Sayyid al-Allama al-Faqih al-Musnid Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari al-Ahdal qala akhbarani Shaykhuna wa ammi as-Sayyid al-Allama al-Faqih al-Musnid al-Hasan bin Abdul Bari al-Ahdal qala akhbarani Shaykhuna Wajihuddin Abdurrahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar Maqbul al-Ahdal qala akhbarana bihi walidi as-Sayyid Sulaiman wa ammi as-Sayyid Abu Bakar ibn Yahya ibn Umar Maqbul al-Ahdal kilahuma qala akhbarana bihi as-Sayyid as-Safi Ahmad ibn Muhammad Sharif Maqbul al-Ahdal qala akhbarani khali Sayyid Imaduddin Yahya bin Umar al-Ahdal qala akhbarani as-Sayyid Abu Bakar ibn Ali al-Battah al-Ahdal qala akhbarani Shaykhi as-Sayyid Yusuf ibn Muhammad al-Battah al-Ahdal qala akhbarani al-Hafiz al-Tahir ibn Husain al-Ahdal qala akhbarani bihi Shaykhuna al-Imam al-Hafidh Wajihuddin Abdurrahman bin Ali الديبة الشيباني قال أخبرني الإمام الأجل زين الدين أحمد بن أحمد ابن عبد اللطيف الشرجي اليمني الحنفي قال أخبرني الشيخ الإمام العلامة الزاهد شرف الدين محمد بن عبد بكر ابن الحسين العثماني المراغي المدني سماعا أخبرنا به الإمام العلامة الكبير قاضي طيبة وخطيبها ومحدثها الزين أبو بكر بن الحسين العثماني المراغي سماعا عليه لجميعه أخبرنا به الشيخ الإمام الزاهد أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي سماعا عليه لجميعه قال أخبرني به أبو العباس أحمد بن عبد الداعم المقدسي سماعا عليه وأبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر الواسطي إجازة قال الأول أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن علي بن صدقة الحراني سماعا وقال الثاني أخبرنا به أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد الفراوي سماعا قال أبو الفتح وابن صدقة أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي الصائدي قال أخبرنا به الشيخ زكي الدين عبد الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي سماعا قال أخبرنا به أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي سماعا أخبرنا به أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري الفقيه سماعا قال أخبرنا به مؤلفه رحمه الله تعالى
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Babu bayanil imani wal islami wal ihsani wa wujubil imani bi isbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala wa bayanid dalil ala tabarru mimman la yu'minu bil qadari wa igladil qawli fi haqqihi. Qala Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri bi'aunillahi nabtadi'u wa iyyahu nastakfi wa ma tawfiquna illa billahi. Qala haddatsani Abu Khaythamah Zuhair bin Harbin qala haddatsana Waqi'un an Kahmazin an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar haun wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari wa hadha hadithuhu. Haddatsana Abi qala haddatsana Kahmazun an Ibn Buraidah an Yahya bin Ya'mar qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani fantalaqtu ana wa Humaydun ibn Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamiraini faqulna law lakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar fawuffiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab dahilan al-masjida tanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi fadhanantu anna sahibi sayakilu al kalama ilayya faqultu ya Aba Abdurrahman innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma wa dhakara min sha'nihi wa annahum yas'umuna an la qadara wa anna al-amra unufun qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u مني والذي يهلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن خطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد شعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فقال فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرنا عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمرتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة العراة الآلة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Alhamdulillah alladzi nadhara wujuha ahli hadis wa ja'ala makanatahum 'aliyatan fil qadimi wal hadis wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin marfu'il maqam wa ala alihi wa ashabihi alladzina 'azza bihimul Islam. Ya Bukhari anta nur sunnah fabimal islamu zadal minnah wa jama'ta qaulal mustafa bisidqi wa sona'tahu an kulli qaulin dikki sahihuka hujjatun ala ra'sil ulama wa yahdi al-baroya nuruhu fid dulama. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhihi al-lailatil mubarakah alladzi nahtafil ikhtitam khatmil kitab huwa min a'dami ma sunnafa fil Islam wa huwa kitabul Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari alladzi ittafaqa bihi al-ulama'u ala qabulihi
wa yu'tabaru ashahul kutubi ba'da al-kitabil aziz. Sami'tu kulla yaumin hadithahu sallallahu alaihi wasallam ka'annama sallallahu alaihi wasallam baina aidina yu'allimuna wa yurabbina fil huda wal khairi. Laqad kunna ma'al imamil Bukhari fi rihlatin 'azimah abra haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rihlah fil ibadah wal akhlaqil karimah wa rihlah fi buyutihi sallallahu alaihi wasallam wa fi majalisihi wa kam fi sahihil Bukhari minal ahadis yuhyil quluba idza mata wa fi mawa'idha yuqimu al-ghafila idza nama. Wastaghala al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari hayatahu kullu fi jam'i hadha sunan al-azim wa rohala min baladin ila baladin wa kataba min alafi suyuf walam yakun yad'u hadithan wahidan fi kitabihi hatta yatawaddu'a wa yusalli rak'ataini. Fakana hadal kitab yadullu ala samarati barakatihi wa jalalihi alladhi hafidu bihillahu sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal akhibba khosatan duf'ati thalithah anna khutma kitabi sahihil Bukhari laisa nihayatan lana bal huwa bidayatu amrin jadidin, bidayatul fikri wat tadabburi wa bidayatul amali bima fihi minas sunani wal ahkam. Fama ajmala ayyakuna khutmuna fi hadhihi lailah bidayata amalin wa sulukin ala ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mungkin nas'alullaha ta'ala ayyaj'alana ma qara'nahu hujjatan lana wa ayyarzuqana ilman nafi'an wa amalan solihan wa hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bil fathi ya fattahu ajil takarruma wa bil ilmi nawwir ya alimu qulubana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai Sohibil Majlis Tuan Guru Syekh Muhammad Yasir, mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, dikabulkan semua hajatnya. Mudah-mudahan majlis beliau selalu mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan Rasulullah, pandangan aulia wassalihin, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada ini majlis mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajat-hajat kita, ditingkatkan keimanan ketakwaan, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua dalam sabdanya, tuba liman amila bi'ilmi wa anfaqal fadla min mali wa amsakal fadla min qawli. Wahai semua umat Nabi, wahai semua umatku, perhatikanlah. Beruntung bagi umatku yang mau menuntut ilmu, yang mengamalkan ilmu dan membagi-bagi ilmu. Sebab ilmu itu adalah sifatnya Allah, dan ilmu itu adalah warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dikehendaki ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu agama, ilmu yang manfaat, atau dikenal dengan ilmu kemu'ayyid, tauhid, fikih dan tasawuf, termasuk ilmu-ilmu alat untuk memudahkan kita memahami ilmu-ilmu kemu'ayyid. Alhamdulillah kita sedang berada di majelis Syekh, yang mana di majelis ini dibaca ilmu-ilmu yang manfaat, yang menghasilkan kita kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, kenal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilmu yang manfaat. Dengan lewat ilmu itu kita bisa mengenal keaiban-keaiban kita. Kita bisa mengenal kelebihan-kelebihan orang yang lain. Tetapi untuk menghasilkan ilmu itu harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan bahasa kita
sama-sama ijtihad, sungguh-sungguh. Tetapi kita ini kadang-kadang tapi cangkal menuntut ilmu, kadang-kadang kolek ya kan. Nah, jadi ilmu itu bisa dicapai dengan tergantung niat kita, tujuan kita. Kalau niatnya ya baik, insya Allah akan dipermudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beruntunglah umatmu yang kaya, yang mana sebahagian kekayaannya untuk kepentingan agama Allah, untuk membela dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang dikayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mencapai kaya harus kita dengan berusaha, dengan berdagang. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam usia 12 tahun Nabi itu berusaha, ada punya penghasilan. Sebagaimana ulama-ulama kita di Banjarnya semacam Datuk Kalampaya, Datuk Kasful, almarhum Guru Sokumpul, beliau berusaha, beliau ada punya penghasilan. Apa pentingnya kita berusaha berdagang, punya penghasilan, supaya kita jadi ulama itu tegas menyampaikan sesuatu. Tapi kalau ulamanya susah, ulamanya kada punya uang, itu bisa salah karena menyampaikan hukum. Lagi awal menyampaikan sesuatu hukum ini tidak boleh, ini tegahan. Tapi mbah dibawakan duit sabakul, nggak bisa ubah ya aja boleh dia hukum ini ya. Nah, jadi kebiasaan kita tuh lemahnya di dalam harta itu ya. Oleh itu penting kita berusaha, ada punya penghasilan. Oleh sebab itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia ini sebagai rahmatan lil alam. Ada amalan pintu rezeki, ada amalan supaya sugih dengan melaksanakan sembahyang berjamaah, sembahyang 5 waktu dengan berjamaah, atau kita mengamalkan membaca syarah Waqiah. Jadi tidak dicegah, tidak dilarang kita itu meminta sugih kekayaan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita kaya sugih, harus kita bagi sebahagian kekayaan kita untuk agama Allah, untuk dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan ulama-ulama yang ada di kota Tarim, semuanya sosial. Al-Faqih Al-Muqaddam sosial, Al-Habib Abdurrahman Segaf sosial. Inilah sifatnya Rasulullah, inilah sifatnya para ulama wassalihin. Apa modalnya, apa resepnya supaya kita ini sosial? Kita menganggap bahwa harta ini adalah sebagai titipan Allah, sebagai pinjaman, adalah titipan daripada Allah. Kalau kita memandang harta ini adalah dari Tuhan, titipan dari Tuhan,
insya Allah kita mudah mau zakat, mau sedekah. Tetapi kebanyakan kita itu sayang ya. Bahasa Banjarnya apik, acahu, pemalar ya kah. Kadang-kadang binana hamba sedekah, sekalinya minta angsul sedekahnya apik. Kadang mau zakat, kadang mau bersedekah. Padahal semua kekayaan harta itu adalah semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis Nabi jadi wa amsakal qabla min qawli. Orang beruntung itu yang selalu menjaga lidahnya daripada perkataan yang sia-sia, daripada perkataan yang ditegah dalam agama. Oleh sebab itu kata Imam Ghazali, bahaya lidah lebih daripada 20 macam bahaya. Oleh sebab itu lidah itu adalah amanah Allah, titipan Allah. Kita gunakanlah mengucap kalimat-kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik? Kita membaca ilmu Allah Ta'ala, membaca kalam-kalamnya Rasulullah, membaca kalam-kalamnya para ulama wassalihin. Termasuk kita berzikir, bersalawat, atau membaca amalan-amalan daripada para salaf-salaf as-salihin. Tetapi kita ini kebiasaannya apabila berzikir, bersalawat, atau membaca ilmu ada semangat. Kadang-kadang kita mengantuk-ngantuk, kadang-kadang bahasa Banjarnya menguap-nguap. Nah ya lah. Tapi bahan apa makanan kena hampir menguap, hampir mengantuk. Nah ini sifat kita ya. Kenapa apabila kita menyebut Allah, bersalawat, membaca ilmu, karena semangat menunjukkan di hati kita ini masih lebih cinta kepada sesuatu yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati kita lebih cinta kepada sesuatu yang lain? Karena lain penyebabnya akibat bunghul, jahil, kada kenal. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Fa'lam annahu la ilaha illallah wa'lamu anna fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah mudah-mudahan kita semua dimasukkan Allah di dalam golongan menjadi umat Nabi yang suka menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang disuguhkan, yang sosial, yang mana kekayaannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang selalu menjaga lidah. Lidah kita gunakan memuji Allah, memuji Rasulullah, membaca ilmu-ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kesempatan ini ulun ingin mengasih ijazah ilmu yang mana kita dapatkan ijazah ilmu ini daripada beberapa ulama. Antara lain kita mengambil ilmu itu kepada ayahanda dan kepada almarhum guru sekumpul, termasuk kepada almarhum guru Yani, dan kepada beberapa murid-murid daripada Syekh Yasin Al-Padani, yang mana sanadnya ilmu menyambung sampai kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan.
Yang mana Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini ilmunya menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadzal asanid wal ijazah qad ajassukum. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عد ما وسع علم الله. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي دار الحديث وفي كلية تريم الغنى. جمعنا بكم في هذه الليلة لختم صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله ونفعنا الله به. ونرحب بالحضور جميعا بإخواننا والشيخ منور ومن معه الذين جاءوا من بلاد أندونيسيا وبالحاضرين أجمعين. والحمد لله يقولون تفرقت الضباع على خراش فما يدري خراش ما يصيد. والكلام في أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كلام يطول ذكره، وخير من تكلم عليه وترجم له ومدحه هو الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري وفي كتب التهذيب وفي غيره، والحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وغيره من العلماء، حتى أن بعض العلماء أفرد له ترجمة في رحلاته وفي ولادته وفي كتبه وفي حديثه وفي أسانيده وفي رجاله. والعجيب في الإمام البخاري أنه ربته امرأة أمه، توفي والده فربته أمه. طبعا هو ولد في بخارى. بخارى هي الآن تعتبر من بلاد أوزبكستان التي هي تعتبر في آسيا الوسطى، يعني كانت تبع المقاطعات الروسية ولكن الآن تعتبر دولة مستقلة، وقبره في بخارى. فولد وتوفي والده وأخذته والدته وأخيه إلى أين؟ إلى مكة، وحجوا واعتمروا، ثم بعد ذلك رجعت أمه وأخوه وبقي الإمام البخاري هناك، وكتب الصحيح هذا في 16 سنة. هذا كتاب الصحيح كتبه الإمام البخاري في 16 سنة، وأخذ عن علماء أجلاء. أشهرهم كان يقول في علي بن عبد الله المديني الإمام الكبير صاحب الرجال والعلل، كان يقول ما استصغرت نفسي إلا عند أبي الحسن علي بن عبد الله المديني. وأخذ عن قتيبة بن سعيد العالم الكبير، وأخذ عن أبي اليمان، وأخذ عن أحمد بن صالح المصري الإمام الكبير صاحب مصر، وأخذ عن سعيد بن أبي مريم، وأخذ عن أحمد بن حنبل الحافظ، وأخذ عن أبو نعيم الفضل بن دكين، وأخذ عن جمهرة من العلماء والمحدثين بلغ عددهم حوالي 1000، إلى بعضهم أوصلوها إلى 1100 عالم محدث فقيه أصولي صوفي، وأكثرهم كانوا علماء فقهاء محدثين، وكانوا من المدرسة الأبوية النبوية، وهو في العهد العباسي الأوسط. عاش الإمام البخاري رحمه الله تعالى في العصر العباسي الأوسط، وكان آنذاك ما شاء الله كان العلماء والمحدثين والفقهاء والصلحاء والأولياء وآل البيت كله، كانت البلاد ما شاء الله مشتهرة بهؤلاء العلماء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول كانوا يخافوا الله، كانوا علماء صادقين، ينفون عنه ايش؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين، تأويل الجاهلين. والحمد لله أن أهل السنة وأهل الحديث لا زالوا إلى اليوم
وهذه الدار الحمد لله دار الحديث. وكلية تريم الغنة إن شاء الله هي تعتبر منبع. وكانت هذه البلدة تريم ولا زالت إلى اليوم يقرؤون صحيح البخاري، كلما أكملوه عادوه مرة أخرى، سواء في رباط تريم أو في مسجد باعلوي أو في المناطق الأخرى التي خارج تريم، لا زالوا ما شاء الله يقرؤون هذا الكتاب في كل العالم. الآن تذهب كل مدارس المدرسة الأبوية النبوية يهتمون بهذا الكتاب رواية وإسنادا، وبعضهم يقرؤوه للتبرك سردا، وبعضهم وما شاء الله أدركنا بعض شيوخنا الذين أخذنا عنهم كانوا رحمهم الله يشرحون لنا الأسانيد دراية ورواية ومتنا وعلما وفقها ورجالا، حتى أنك ما شاء الله ما تخرج إلا وقد حفظت السند. يعني ثلاثيات البخاري لما تقرأ، تميز الإمام البخاري بثلاثياته كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري، ولكنه يعطيك ترجمة من، يعطيك ما شاء الله إسماعيل بن أبي أويس من هو، ومالك ونافع وسالم وابن عمر وتراجمهم وفوائدهم، حتى أنك ما شاء الله تخرج بفوائد كثيرة. ثم يتكلم على المتن من ناحية الفقه والحديث والنحو والبلاغة وكل العلوم. ولا زالوا ما شاء الله، لا زالت البلاد الحمد لله عامرة. وكان أيضا ممن اشتهر ونذكره في هذا المجلس في هذا المقام شيخنا الشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. الحمد لله التقيناه في دبي وأجازنا وأخذنا عنه رضي الله عنه وأرضاه، وكثير من العلماء ما شاء الله. فالحمد لله هنيئا لكم بهذا الكتاب، بهذا السفر العظيم، سفر أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الذي كان رحمه الله. وشوفوا كيف سبحان الله أهل الحديث وأهل السنة وأهل الله كيف كانت حياتهم. كانت حياته رحمه الله معاناة وتعب وسفر، لا خلا مصر ولا الشام ولا خراسان ولا ما وراء النهر ولا أيضا البصرة ولا العراق ولا الكوفة ولا الحجاز، كلها رحلها رحمه الله تعالى، وكتب وتعب. وكانت آخر نهايته كانت مأساة رحمه الله، يعني محنة وامتحن رحمه الله تعالى. بسبب ماذا؟ بسبب الحسد والبغضاء والمحارشة والمنافسة، أوشوبه إلى السلطان وقالوا هذا أبي عبد الله لا يريد يأتي ولا يريد يعلم أولاده، وأوشوبه حتى أن السلطان هذا وتعب لماذا لا يأتي، وقال نحن الذي يأتينا نعلم أولاده، لكن أن نذهب إلى، وهو كان متورع رحمه الله. أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري كان متورعا لا يريد أن يختلط، لأنه علم أن بعضهم ربما تكون أمواله شبهة أو يكون مواقف له شبهات أو يكون حرام. شوفوا كيف الورع، لا يريدون حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتوضأ وربما يغتسل ويركع ركعتين ويكتب كتابه، وكان قالوا حتى في الحجرة النبوية الشريفة. يعني كان سبحان الله كيف كان تعلقهم. والكلام يطول على أبي عبد الله، يطول بنا أن نتكلم، وإذا تكلمنا على رجاله وعلى شيوخه وعلى الكلام ما شاء الله. وخير من تكلم عليه كما ذكرنا لكم الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وفي تذكرة الحفاظ، وفي أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. المهم الخلاصة ماذا نستفيد؟ كان سيد الحبيب حسن بن صالح البحر الجبري رحمه الله، هذا من كبار رجال مدرسة حضرموت، وهو يعتبر من أتباع سيدنا ومولانا الإمام العارف بالله سيدي أحمد بن إدريس الحسن، لأنه رحل إليه وجلس عنده في صبية وأخذ عنه الطريقة، وكان من الملازمين لسيدي أحمد، بل وسبحان الله أحب سيدي أحمد وتعلق به وانطرح عليه رضي الله عنه. كان يقول سيدي الحبيب حسن بن صالح البحر الجفري الإمام العظيم شيخ الوادي الذي هو شيخ علي حبشم وشيخ عبد الله بن حسين وشيخ أبو بكر بن عبد الله العطاس وشيخ المتأخرين كثر، يعني
أما شيخه عبد الله بن حسين بن طاهر، وشيخه الحبيب علي بن عبد الله السقاف، وشيخه كثير من المشايخ، كان يقول كان سيد الشيخ أحمد بن إدريس يحفظ البخاري على ظهر، يعني كان ما شاء الله سيد أحمد إدريس إذا تكلم على البخاري يتكلم عليه من كل الوجوه، من ناحية قرآنية، ومن ناحية حديثية، ومن ناحية أهل العرفان، ومن ناحية أهل الذوق رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانوا أهل الله ما شاء الله لهم السابقة في علم الحديث، في علم الفقه، في علم الأصول، في علم التصوف، في كل العلوم. والآن أنتم إن شاء الله أيها الشباب إن شاء الله كلكم وكلنا كذلك علينا الاهتمام بهذا العلم. تعرفون أن هذه الدار دار الحديث بنيت للاهتمام بهذا العلم، علم الحديث وعلم أصول الدين وأصول الفقه والتصوف. نريدكم إن شاء الله تهتمون وتحفظون. ما ينبغي لطالب علم ما يكون في قلبه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا طلبة العلم ما يبدأ يطلب العلم إلا ويحفظ الأربعين، ويحفظ رياض الصالحين، ويحفظ بلوغ المرام، وبعد ذلك يبدأ يحفظ في الصحيحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، بارك للشباب إن شاء الله. ونتوجه، كانوا يتوجهون إلى الله ويتوسلون بسيدنا رسول الله، بسيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أن يرفع ما حل بأمة الإسلام، ما حل بنا، ثبتنا وإياكم، يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا في الدين، ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وإن شاء الله يرزقنا الأدب مع رجالنا وشيوخنا. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو عنكم. أما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فأيضا سأذكر لكم مثالا يتضح الإمام مسلم رحمه الله تعالى فأيضا سأذكر لكم مثالا يتضح به، والأمر عندهما سواء، عند الإمام مسلم وعند الإمام البخاري، يشيرون إشارات إلى ألفاظ معلة الإشارات. فلا نستطيع يا شباب أن نقول إن كل ما عند البخاري وكل ما عند مسلم بذاته، يعني كل حديث بذاته تماما هو صحيح. لا نستطيع هذا القول، لأنهما هما يقولان لنا أنا أذكر لكم يا أيها القارئ، أذكر لك بعض الألفاظ المعلة، فكيف نأتي نحن ونقوله أنه لا كل ما في عندك صحيح؟ وضح الأمر. أذكر لكم مثال أيضا واضح وصريح عند الإمام مسلم. لما تعرض الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى حديث عند التفسير يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ذكر هذا الحديث وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد أحد الصحابة قيس بن شماس، افتقده ولم يره في مجالسه، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال له أنا آتيك بخبره يا رسول الله، هو جاري. فذهب سعد بن معاذ إلى قيس بن شماس وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه،
فقال قيس قال نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وأنا صوتي عالي فخفت أن يحبط عملي فانقطع عن المجالس. فسيدنا سعد بن معاذ أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بشره أنه سيعيش حميدا ويموت شهيدا. هذا الحديث أنا أسألكم هل به أي شيء؟ ما في شيء. حديث نزلت الآية، الصحابي لم يحضر، سعد بن معاذ قال له أنا أتيك بخبره وكذا. ولكن يا شباب، آية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم في أي عام نزلت؟ نزلت في عام الوفود. عام الوفود أي سنة؟ كانت سنة 9 للهجرة. سعد بن معاذ متى استشهد؟ استشهد أيام بني قريظة في غزوة الأحزاب، يعني في سنة كم؟ في سنة 5 للهجرة. استشهد سيدنا سعد بن معاذ في سنة 5 للهجرة، والآية نزلت في سنة 9 للهجرة. والإمام مسلم الذي أنتم تعدون صحيحه وكتابه من أصح الكتب بعد كتاب الله يغفل عن هذه المعلومة التي يعرفها صغار طلبة العلم، أليس كذلك؟ إذن ما جوابكم يا أهل العلم ويا أهل السنة؟ نعم، الإمام مسلم أوردها، وبين حضرة الوالد في كتابه الذي كتبه عن الإمام مسلم أن الإمام مسلم كتابه فيه علل. إذا كانت العلة في المتن فهو يقدم المتن المعلل، وإذا كانت العلة في السند فهو يأتي بالسند الصحيح ثم بالسند المعلول. ولهذا لما روى هذا الحديث وهذه العلة في المتن سعد بن معاذ، جاء الإمام مسلم بعد هذا الحديث ب3 أسانيد، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولم يذكر فيه سعدا 3 أسانيد ينبه القارئ أن هنا إشكال عند ذكر سعد بن معاذ. تنبه يا أيها القارئ، عند ذكر سعد بن معاذ هنا إشكال، والأسانيد الصحيحة لم يذكروا سعد بن معاذ. الحمد لله رب العالمين حمدا في نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هذه الليلة تعتبر ليلة فرح وسرور بالنسبة لنا، نسأل الله أن يتمها علينا بأن يتقبل منا هذا السعي، وأن يزيدنا من فضله وجوده وكرمه وإعانته في خير ولطف وعافية وسلامة. سمعنا من حبيبنا محمد ومن المتكلمين أن الإمام البخاري لا يوجد له نظير على الإطلاق في علم الحديث، فلم يستطع أحد أن يأتي قبله ولا بعده بمثل ما جاء به، ليس جزئيا إنما كليا.
قد يكون هناك من هو أحفظ منه بكثرة الأحاديث، مثل الإمام أحمد وأبو زرعة أنهم يحفظون 1,000,000 حديث، والبخاري قال أحفظ 600,000 حديث. هذا الذي ذكره، وربما يحفظ أكثر، فجملة لا يوجد مثل البخاري، لا في كتابه صحيح البخاري ولا في ما اشتمل عليه من علم الحديث. فكل من وقف على صحيح البخاري أذعن للإمام البخاري بأنه لم يأتي أحد في كتابة الحديث وتنقيتها مثل الإمام البخاري وترتيبها من حيث الجودة في الطرح. فلذلك الذين شرحوا صحيح البخاري كثرة، شرحوا صحيح البخاري من كل النواحي، كمفردات، كأسباب للحديث، كشرح مطول، كتناسب بين هذا الحديث وبين الحديث الذي بعده، وبين هذا الباب وبين الباب الذي بعده والذي قبله. هذا مش مذكور إلا في القرآن الكريم، لكن هم اعتنوا بصحيح الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري وفقه الله توفيقا لم يعلم لأحد ممن ألف في علم الحديث. فكان إذا وضع حديثا يضعه بهندسة قلنا فريدة وتوفيق من الله، وإلا هذا المجهود الذي قام به لا يعمله علماء الحديث من مشايخه أو تلاميذه أو ممن قرأ وحفظ صحيح البخاري وأراد أن يمشي كما مشى عليه صحيح الإمام البخاري. البخاري في هندسته لصحيحه أول ما بدأ صحيح البخاري بدأ وذكر حديث الأعمال بالنيات، فقال الحافظ ابن حجر بدأه بحديث سنده كله مكيون والحديث الثاني مدنيون، من أجل أن يبين لنا أن نتكلم عن الوحي، أن الوحي بدأ بمكة. وعندما ختم الكتاب الحديث الأول غريب فرد وآخر حديث غريب فرد. قال حدثنا كما سمعتم أحمد بن إشكاب، حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. كل واحد من هؤلاء هذا الحديث انفرد به هؤلاء الرواه. والحديث الأول حديث غريب، قالوا وفي هذا رد على أبي بكر بن العربي المالكي الحافظ عندما قال أن صحيح الإمام البخاري يشترط أن يكون الحديث عزيزا فما فوق. قالوا أول حديث وآخر حديث فرد، فأين هذا الشرط؟ الإمام البخاري عندما يأتي بأحاديث ينتقي أحمد بن إشكاب. أحمد بن إشكاب، كلمة إشكاب يقول ابن منظور في لسان العرب قال إشكاب يأتي بمعنى العطاء والجزاء. قال الذي تكلموا عن هذا الحديث قال ختم الإمام البخاري بأحمد بن إشكاب من أجل أن يبين ويقول يا الله ما فعلت هذا الكتاب إلا ابتغاء الأجر والثواب والجزاء العظيم. هذا الحديث الذي ختمه الإمام البخاري ختمه أيضا بقوله بالحديث الشهير المعروف سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. لماذا ختم وبحمده؟ قالوا لأنها هي آخر دعوة لأهل الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فجمع بين أول عبادة شرعت وآخر عبادة تكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده
ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال سبح لله بالفعل الماضي، وقال يسبح لله بالفعل المضارع، وقال سبح اسم ربك بفعل الأمر، وجاء بالمصدر فسبحان الله. وكان يقرن بين التسبيح والحمد التي هي زبدة وخلاصة التوحيد. وهذا كما ذكرنا في أول كتابنا العقيدة المستطابة كلمة سلطان العلماء العز بن عبد السلام عندما قالوا له نريد منك أن تلخص لنا العقيدة في كلمات مختصرة. قال قد لخصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الباقيات الصالحات. ثم قال لخصها بقوله سبحان الله وبحمده. فسبحان تنزيه الله عن كل نقص، لا إله والحمد لله وصف الله بكل كمال إلا الله. هذه زبدة وخلاصة التوحيد. فختم كتابه بكل ما في هذا الكتاب، يقول لك الزبدة والخلاصة هي في هذه الكلمة. الإمام البخاري كتابه كما سمعنا أنه كتاب من كلمة الشيخ محي الدين أنه كتاب حديث وإعلال، وليس فقط مجرد كتابة حديث. وأن من الصناعة عند الإمام البخاري وغير البخاري أنه إذا اجتمع حديث ناسخ ومنسوخ يقدمون المنسوخ ثم يأتون بالناسخ. فإن كان الحديث قوة في السند يقدمون الحديث بالسند الأول بالطبقة الأولى من الرجال، ثم يتبعونه بما يسمى بالمتابعات والشواهد وغير ذلك. من إعلالات الإمام البخاري أنه إذا وجد علة في الحديث لا يذكر الحديث في موضعه. كثير من العلماء يتعجبون لماذا الإمام البخاري يأتي بهذا الحديث في غير بابه، وكان حقه أن يأتي في بابه. والبعض يستدل بأحاديث ألفاظ في صحيح الإمام البخاري ويجعلها حجة وهي معلولة عند الإمام البخاري في منهجه. من ذلك ما فعله الألباني من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يجوز الآن أن نقول السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب، بل نقول السلام على النبي لأنه خلاص انتقل ومات. واستدل على ذلك بما أخرجه الإمام البخاري عن ابن مسعود في باب الاستئذان. قال كنا في عهد النبي نقول السلام عليك أيها النبي، وبعد أن انتقل نقول السلام على النبي. هذا الحديث حديث معلول لم يذكره الإمام البخاري في باب الصلاة باب التشهد، ذكره في الصلاة مرتين بدون هذه الرواية. خارج هذا الكتاب ذكره كعلة ومعلول، ذكره في غير بابه. إيش دخل الاستئذان بهذا الحديث؟ هذا الحديث بابه في ذلك الموضع، فهو ذكره كعلة وتنبيه إلى أن هذا القول من ابن مسعود قول شاذ لا يعول عليه، والقول المعول عليه ذكره في مكانه. وغير ذلك من منهاج الإمام البخاري العظيم. بالنسبة إلى الإمام مسلم استمعنا إلى كلمة الشيخ محي الدين وهو يأتي بهذا المثال كمنهجية للإمام مسلم. الإمام مسلم يتفق مع البخاري في هذا الأمر ويختلف مع البخاري في قضية إعلال المتن، أنه إذا جاء حديث صحيح السند يأتي به في الأول وعليه يأتي به في الأول وعليه الحجة. وهذا مشهور معروف موجود في كتابه من أوله إلى آخره. لكن إذا كانت العلة في المتن فهو يقدم الحديث المعلول ثم يأتي بالحديث الصحيح. هو ذكر مثالا، نحن نعلق على هذا المثال. هذا المثال وهو حديث ثابت
ابن قيس ابن شماس، كان خطيب الخزرج، كان هو الخطيب، معه صوت يعني جهوري قوي يسمعه يعني إلى مدى بعيد، فكان هو خطيبهم. هذا لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: أنا الوحيد الذي صوتي قوي أرفع صوت النبي، إذن أنا حبط عملي. ذكره الإمام مسلم باب مخافة يعني أن يحبط عمله. فقال: ما الحل؟ قال: خلاص، ما دام خروجي سيؤدي إلى إحباط العمل، إذن أجلس في بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم، يومين، 3 أيام، قال كما في صحيح الإمام مسلم في رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: لما نزل قول الله تعالى إلى أن قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: أين جارك أشتكى؟ قال: جاري لا أعلم أنه اشتكى، لكني سآتيك بخبره. فذهب سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس بن شماس وقال له، قص عليه، وهذا رد عليه السبب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبره أنه من أهل الجنة، ومن سره أن يرى رجلا يمشي من أهل الجنة فلينظر إلى ثابت بن قيس. طبعا هذا الحديث أبسط طلبة العلم الذي قرأ السيرة النبوية والحديث يقول لك هذا الحديث لا يمكن أن يصح. لماذا؟ لأن هذه الآية باتفاق الكل نزلت في بني تميم، وبنو تميم كما في صحيح البخاري ومسلم جاءوا في السنة 9 في عام الوفود. وباتفاق الكل سعد بن معاذ توفي عندما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، فحكم فيهم سعد، ثم توفي بعدها ب3 أيام في سنة 5 للهجرة. هذا 5 وهذا 9، مسافة كبيرة وبعيدة. إذن يقول لك كيف الإمام مسلم ما ينتبه يجيب في صحيحة هذه المصيبة؟ الإمام مسلم منتبه لهذا الأمر. فالإمام مسلم بعد أن ساق هذا الحديث من رواية حماد ابن سلمة عن ثابت بن قيس عن أنس، جاء برواية 3 من تلاميذ سيدنا ثابت الذين شاركوا حماد رواية هذا الحديث، وهم جعفر بن سليمان وسليمان بن المغيرة وسليمان التيمي. ذكروا الحديث ولم يذكروا سعد بن معاذ. ونبه الإمام مسلم قال: رواه فلان بن فلان بن فلان بمثل حديث أنس ولم يذكر سعد بن معاذ، ورواه فلان بن فلان أي سليمان بن المغيرة ولم يذكر في حديثه معاذ سعد بن معاذ، ورواه سليمان التيمي ولم يذكر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى الإمام مسلم متنبه، قدم الحديث المعلول وعقبه بذكر الحديث الصحيح. أن هذا وفي هذا رد على الوهابية الذين يدندنون بقول يحيى القطان أن أثبت الناس في ثابت البناني هو حماد بن سلمة. حماد بن سلمة غريب من قول يحيى القطان أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني، مع أنه جاء بطامات عن ثابت البناني. والإمام الذهبي له كلمة جميلة في حماد بن سلمة،
قال الإمام الذهبي: وحماد بن سلمة له أوهام، والأصح ألا يحتج به فيما يخالف الثقات، لأن حماد بن سلمة انتقى منه الإمام مسلم في صحيحه، أما الإمام البخاري فلم يخرج له في الأصول، لأنهم تكلموا في حماد من خلال يعني نقله عن الرواه، فله أحاديث كثيرة فيها أوهام، وهذا من ضمنها. ومن ضمنها حديث أبي وأبوك في النار الذي خالف فيه رواية الآخرون. هناك أحاديث أخرى: رأيت ربي في أحسن صورة، شابا أمرد أجعد عليه حلة خضراء يرتدين عليه من ذهب، وغير ذلك. الوهابية يقول لك لا، إذا جاء ثابت حماد بن سلمة عن ثابت خلاص، إيش هو قرآن؟ انظر المتابعات، الأحاديث. الحافظ ابن كثير ينتقد ويشير إلى في هذا الحديث لما ذكر عن تفسير الآية، تنبه لهذا الأمر وبين أن العلة أشار إلى حماد، وأحمد بن حنبل أشار إلى حماد، لكنه تكلم من ناحيتين. ناحية تكلم عن حماد أنه كان شديدا على أهل البدع، فكان أهل البدع يتكلمون عنه. قال هذه الناحية أحمد بن حنبل: من رأيته يغمز حمادا فاتهمه، أي الذي يريد أن يتكلم عنه من حيث عقيدته اتهمه. لكن قال له أوهام، فهو ميز الإمام أحمد أن حماد بن سلمة من ناحية هو إنسان عالم جليل قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نتكلم في هذا الأمر، إنما نتكلم من حيث النقد العلمي لإعلال الأحاديث ونقلها. لأن الإمام السيوطي عندما رد على حديث حماد بن سلمة في حق بر الوالدين، قام أبي إسحاق الحويني وجلس يدندن بقول يحيى القطان، وأنه يحيى القطان قال كذا، ولا يحيى القطان كلامه ليس بقرآن، كلامه ينظر ويطبق على الواقع. أما قضية أنه كثرة المصاحبة لثابت فما في مانع، لكن أنت يعني خذها كذا يعني نظرة عامة. عندما يختلف رجل من رجال مسلم مع رجل من رجال البخاري ومسلم، عادة من الذي يقدم؟ الذي يروي له البخاري ومسلم مقدم. معمر بن راشد وحماد بن سلمة كلاهما تلميذا لثابت البناني، هذا روى الحديث وهذا خالفه. طيب معمر بن راشد من رجال البخاري ومسلم، يعني هو في الأصل أقوى، يقول لك لا لكن ثابت أثبت. طيب نقول له جاء يعضد معمر بن راشد رواية سعد بن أبي وقاص، وجاء يعضد هذه الرواية رواية الزهري، يعني هؤلاء الثلاثة الذين هم أثبت من حماد نتركهم ونتبع قول حماد من أجل أن نقول أن أبوي النبي في النار؟ هذا الفكر الوهابي. الإمام مسلم يعني في منهجه هذا ألف فيه كما سمعنا الشيخ محمد عوامة يعني مؤلفات ومحاضرات جمعت في كتيب بين فيها منهج الإمام مسلم يعني في صحيحه من حيث الإعلال. فالإمام مسلم بين في عدة أمور، منها الحديث المشهور الاضطجاع، أن النبي السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر 11 ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى ينادى لصلاة الفجر فيقوم يصلي ركعتين ثم الفجر. هذا الحديث معلول في صحيح مسلم، معلول، علته أنه قدم الاضطجاع قبل سنة الفجر، فقال الإمام مسلم يبين بالروايات بعد ذلك أن الاضطجاع إنما هو بعد سنة الفجر وليس قبله.
هذا منهج الإمام مسلم من حيث الإعلال وعدم الإعلال. أما إذا كان الأمر يتعلق بالسند لا بالمتن فإنه يقدم السند الصحيح مثل غيره من أصحاب السنن. هذا المنهج اشتهر يعني عن الإمام مسلم. هذا صحيح الإمام مسلم من مميزاته أن الإمام مسلم كما يقول ابن الديبع الشيباني لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. هذا البيت لابن الديبع الشيباني عندما سئل قالوا له يعني أيهما أفضل، فاختصر الكلام كله في هذا البيت. فالبعض يقول لا يعرف، عند ترجمة ابن الديبع الشيباني يذكرون هذا البيت وذكره العكبري وغير ذلك من تكلم في ترجمة ابن الديبع الشيباني. ابن الديبع الشيباني يقول لك من حيث الصحة البخاري، لكن من حيث حسن الصناعة الإمام مسلم. ما معنى حسن الصناعة؟ الإمام مسلم عندما تبحث عن حديث معين ورواية يجمع لك الروايات مع الأحاديث في باب واحد. تبحث عن حديث في الصلاة يذكر لك إياه في الصلاة، حديث في العقيدة يذكر لك في العقيدة. طيب إذا ذكر حديثا يتعلق بالعقيدة في غير العقيدة ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحديث عنده معلول. نذكر لكم حديثا من هذه الأحاديث التي يدندن حول الوهابية. ذكر الإمام مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي في كتاب الصلاة باب تشميت العاطس في الصلاة جاهلا. أين باب الصلاة؟ باب تشميت العاطس في الصلاة. حديث معاوية بن الحكم السلمي، وهو حديث واحد له، لا يوجد له حديث عن النبي إلا هذا الحديث فقط. الحديث معاوية بن الحكم السلمي هذا يعني قال جئت فصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كنا في الصلاة عطس رجل من القوم فقال الحمد لله. قلت له يرحمك الله، والكلام في الصلاة مبطل للصلاة. فلما قضى الصلاة الصحابة كانوا يقولون ويضربون على أكفهم يعني أبطلت صلاتك. فلما رأى هذا الأمر خاف فقال فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، ما شتمني ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. قال فقلت يا رسول الله إنه كانت لي امرأة ترعى غنما قبل أحد والجوانين، وإني اطلعت ذات يوم فرأيت أن الذئب قد أخذ شاة، يعني شاة جاء وقدمها وانتهت، وإني رجل من ابن آدم آسف كما يأسفون، فسككتها على وجهها وعلي رقبة أعتقها يا رسول الله. قال ائتني بها، فجاء بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. طبعا هذه عادة الإمام مسلم، إذا كان الحديث مشتمل على عدة مسائل كل مسألة يذكرها في بابها. هذا حديث الجارية لم يذكر في باب الإيمان، ولم يذكر باب الأيمان، ولا باب النذور، ذكره في باب الصلاة، مما يبين لنا أن هذا الحديث معلول، وإلا لذكره. هكذا منهج الإمام مسلم. قال منهج الإمام مسلم باتفاق الكل أنه يذكر الحديث في بابه، وهذا الحديث لم يذكره في بابه. لو ذكروا باب الإيمان قلنا خلاص، أو باب الأيمان والنذور
لكنه ذكره في كتاب الصلاة تشميت العاطس مما يبين أن هذا الحديث معلول. ما هي العلة فيه؟ أولا هلال بن أسامة راوي الحديث عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي، في ترجمته ذكر يعقوب بن يوسف الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ قال: ولهلال ابن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي حديث واحد حسن في الكهانة والطيرة وتشميت العاطس في الصلاة وفي عتق الجارية. إذن الحديث عند هؤلاء أنه حسن وليس بصحيح. جاءت هذه الروايات الأخرى المناقضة لرواية حديث الجارية أنه جاء بلفظ: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالت نعم. وفي رواية سألها: من ربك؟ وفي رواية أنها كانت أعجمية فأشار لها مستفهما: من في السماء؟ قالت الله. قالوا الإمام البيهقي، الآن الإمام البيهقي يذكر هذا الحديث، عندما يذكر هذا الحديث يذكر لنا كلمة، قال: واطلعت على صحيح البخاري الذي بين أيدينا فلم أجد هذه الزيادة فيه. يعني هذه الزيادة كانت موجودة وحذفها الإمام مسلم، فصارت النسخ بعد التعديل غير موجودة وبعض النسخ موجودة. لماذا؟ قلنا للعلة التي فيه. فهذا الحديث معلول هكذا أو هكذا، معلول من خلال منهج النبي. لما يأتي إنسان يريد أن يسلم أمام النبي يقول له: أين الله؟ هذه لا تثبت عقيدة عند الجمهور كامل. الذي يثبت العقيدة: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الذي كان النبي يقبله ممن يأتي ليتعرف على إيمانه من عدم الإيمان. ابن العربي المالكي له كلمة جميلة، قال: لابد أن نميز بين المكان وبين المكان. هذه كانت أعجمية لا تعرف اللغة العربية، فالنبي أشار لها: يعني هل أنت ممن يعبد الأصنام أو ممن يعبد الذي يعني في الأعلى صاحب العلو والعظمة؟ فعندما أشارت قال: أين الله؟ أي سألها عن مكانة الله ولم يسألها عن المكان. فأين تقول: أين أنت من السلطان أو من فلان؟ فهو سألها عن المكانة ولم يسألها عن المكان. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، أن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. نعم المولى ونعم النصير. ونسأل المولى جل ذكره أن يكرمنا وإياكم والحاضرين والسامعين وأهلنا وأحبابنا والمتخرجين وطلابنا، أن يجعلنا وإياكم وإياهم من العلماء العاملين المقبولين، وجهاء في الدنيا والآخرة، مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، مباركين أينما كنا وأينما حللنا. وأن الله عز وجل يكرمنا وإياكم، يجعلنا من كمل الخلفاء الوراث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الحاملين لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشريعته، الناشرين لها في مشارق الأرض ومغاربها كرما وجودا وإحسانا وفضلا ونعمة منك يا الله. ونسأل المولى جل ذكره أن يسر أمورنا وأموركم، ويقضي حوائجنا وحوائجكم، ويتم لنا ولكم أمورنا بالحسنى، وهو عنا وعنكم راض، في خير لطف وعافية وسلام، بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.